هل سرق مخ أينشتاين؟ ومن هو الفاعل؟ بعد وفاة ألبرت أينشتاين في 18 إبريل سنة 1955 تم استخراج دماغه دون إذن عائلته من قبل الطبيب الشرعي توماس هارفي الذي كان مسؤولا عن تشريح جثته في مستشفى برينستون. توماس هارفي قام بإزالة دماغ أينشتاين خلال التشريح ثم احتفظ به دون إذن العائلة، ولاحقا قام بتقطيع الدماغ إلى حوالي 240 جزء وخزنها في سائل الفورمالدهايد ثم احتفظ بها في وعاء زجاجي. كان هدف هارفي دراسة دماغ أينشتاين على أمل العثور على تفسير علمي لعبقريته. لاحقا قام بإرسال عينات إلى باحثين آخرين لدراستها، وأظهرت بعض الأبحاث أن دماغ أينشتاين احتوى على اختلافات هيكلية في القشرة المخية. وعندما علمت عائلة أينشتاين بما حدث وخاصة ابنه هانز ألبرت غضبوا بشدة، لكنهم لاحقا وافقوا على السماح بالبحث على أساس أن النتائج تستخدم لأغراض علمية وليست تجارية. وهنا السؤال: أين يوجد دماغ أينشتاين الآن؟ تم توزيع أجزاء من دماغه على عدة مختبرات وباحثين، وبعضها لا يزال محفوظا حتى اليوم، خاصة في متحف موسير فيلادلفيا. ولكن هذه الحادثة كانت مثيرة للجدل لأنها تطرح أسئلة أخلاقية حول الملكية الجسدية بعد الوفاة والبحث العلمي. ولكن لماذا أطلق على ألبرت أينشتاين العبقري؟ أطلق على ألبرت أينشتاين لقب عبقري بسبب إنجازاته الثورية في الفيزياء النظرية والتي غيرت بشكل جذري فهمنا للعالم. إليك بعض الأسباب الرئيسية. في عام 1905 قدم النظرية النسبية الخاصة والتي تضمنت معادلاته التي أثبتت أن الكتلة والطاقة مرتبطان. وفي عام 1915 قدم النظرية النسبية العامة التي شرحت الجاذبية باعتبارها انحناء في نسيج الزمكان، وهو ما تم تأكيده لاحقاً من خلال الرصد الفلكي. ألبرت أينشتاين حاز على جائزة نوبل بسبب تفسير الظاهرة الكهروضوئية. وفي عام 1905 فسر أينشتاين كيفية تفاعل الضوء مع المادة باستخدام مفهوم الفوتونات، مما ساعد على تطوير ميكانيكا الكم، وهو حجر الأساس للتكنولوجيا الحديثة. بالرغم من معارضته لبعض جوانبها، ولكن ساهم أينشتاين بشكل كبير في تأسيس ميكانيكا الكم، خاصة من خلال ورقته عن التأثير الكهروضوئي. أينشتاين لم يعتمد فقط على المعادلات، بل استخدم التجارب الذهنية مثل تجربة ماذا لو ركبت شعاع ضوء، مما مكنه من الوصول إلى أفكار غير مسبوقة. كان يتمتع بقدرة فريدة على رؤية الروابط بين الظواهر الفيزيائية التي لم يدركها العلماء الآخرون. أفكار أينشتاين مهدت الطريق للعديد من الابتكارات التكنولوجية مثل الطاقة النووية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ولا يزال العلماء يعتمدون على معادلاته في مجالات مثل الثقوب السوداء والGPS وتمدد الكون. عبقرية أينشتاين ليست فقط في كونه قدم نظريات جديدة، بل لأنه غير الطريقة التي نفكر بها عن الكون، وكان له تأثير دائم على العلوم الحديثة. ولكن ما هو الغريب في حياة أينشتاين؟ حياة أينشتاين كانت مليئة بالغرائب والمواقف غير التقليدية التي جعلته شخصية استثنائية. إليك بعض أغرب الأمور في حياته: تأخره في الكلام عندما كان طفلا. لم يتكلم أينشتاين بطلاقة حتى سن الرابعة، وكان والديه قلقين من أنه يعاني من مشكلة عقلية، لكنه كان يفكر بعمق قبل أن يتحدث. وعرفت هذه الظاهرة لاحقاً متلازمة أينشتاين، وهي حالة يظهر فيها الأطفال تأخراً في الكلام لكنهم يتمتعون بذكاء عالي. وأيضاً أينشتاين تعرض للإشاعات. هناك إشاعة تقول أنه رسب في الرياضيات لكنها خاطئة. الحقيقة أنه كان متفوقاً في الرياضيات، لكنه لم يكن يحب الأساليب الدراسية التقليدية، وكان يعاني من صعوبة في المواد غير العلمية مثل اللغات. وعرف عن أينشتاين كرهه للمدرسة والسلطة. كان أينشتاين يكره التعليم التقليدي، ووصف المدارس بأنها تقتل الإبداع، وترك المدرسة في سن 16 عام لأنه لم يكن يحب طريقة التدريس الصارمة. وقال ذات مرة: التعليم هو ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة. وعرف عن أينشتاين أنه ينسى الأشياء كثيراً رغم عبقريته، لكنه كان يعاني من نسيان غريب للأشياء اليومية، نسيان مفاتيحه وعدم تذكر الطريق إلى المنزل، وحتى نسيان ارتداء الجوارب أحياناً. فكان يرتدي نفس الملابس يومياً وهي بدلة رمادية اللون،
ليتجنب تضييع وقته في اختيار الملابس. رغم شهرة أينشتاين الكبيرة، لكنه لم يكن يحب الاهتمام الإعلامي، فحصل على جائزة نوبل عام 1921 لكنه لم يحضر حفل التكريم. كان يفضل العيش ببساطة ولم يكن يهتم بالمال أو الفخامة. أينشتاين كان يتمتع بحياة عاطفية فوضوية، فتزوج مرتين. الزوجة الأولى ميلفا مارتش، وكانت عالمة فيزياء لكنه انفصل بسبب بروده العاطفي. وزوجته الثانية إيلزا أينشتاين كانت ابنة عمه. يقال أنه كان غير مهتم بالعلاقات العاطفية بقدر اهتمامه بالعلم، وطلب أينشتاين حرق جثته ونثر رماده في مكان غير معلوم لعدة أسباب شخصية وفلسفية، منها تجنب التقديس والعبادة، وحماية جسده من التشريح غير الأخلاقي، وفلسفته أيضا في الحياة والموت، ورغبته في الخصوصية حتى بعد الموت. ولكن هل تم تنفيذ وصيته بالفعل؟ بعد وفاته في 18 إبريل سنة 1955 تم حرق جثته في ترينتون. تم نثر رماده في نهر غير معلوم بناء على طلبه، ولكن دماغه لم يحرق لأن الطبيب الذي شرح الجثة سرقه واحتفظ به لدراسته. كان أينشتاين يؤمن بأن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في أفكاره وأعماله وليس في جسده بعد الموت. لهذا طلب أن يحرق جسده حتى لا يصبح قبره مكانا للطقوس أو الدراسة غير الأخلاقية. وهنا يكمن سؤال هام للغاية: هل فعلا أينشتاين من أذكى 10 أشخاص في العالم؟ من الصعب تحديد أذكى 10 أشخاص في العالم بدقة، لأن الذكاء له أنواع مختلفة مثل الذكاء الرياضي والإبداعي والعاطفي والحدثي. أينشتاين يعتبر بلا شك أحد أذكى العقول في التاريخ بناء على تأثيره العلمي وقدرته على إعادة تشكيل فهمنا للكون. ولكن هل يصنف أينشتاين ضمن أذكى 10 أشخاص في التاريخ؟ نعم، غالبا ما يتم تصنيفه ضمن أذكى الأشخاص بسبب إسهاماته الفريدة في الفيزياء، لكنه لم يكن الوحيد. دعونا نتطرق لمقارنة أينشتاين مع باقرة آخرين. إليك بعض الشخصيات التي تعتبر في نفس مستوى الذكاء أو أعلى في بعض الجوانب. إلينا العالم إسحاق نيوتن، أسس الميكانيكا الكلاسيكية وقوانين الحركة والجاذبية، يعتبر ذكاؤه رياضيا وتحليليا استثنائيا. ليوناردو دافنشي كان عبقريا في الفن، الهندسة، التشريح والفيزياء، امتلك تفكيرا متعدد المجالات بشكل مذهل. نيكولا تسلا صاحب اختراعات مذهلة في الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية، كان لديه ذاكرة فوتوغرافية وذكاء حدسي. يوهان غاوس عالم الرياضيات، أسس مفاهيم رئيسية في الجبر والهندسة، يعتبر أحد أذكى العلماء رياضيا على الإطلاق. تيرنس تاو عالم رياضيات معاصر، حصل على درجة الدكتوراه في سن 20، يعتبر عبقريا في التحليل الرياضي. ويليام جيمس قيل أنه حصل على معدل الذكاء الأعلى في التاريخ، أتقن عدة لغات منذ طفولته وكان نابغة في الرياضيات. ولكن إذا كنا نتحدث عن التأثير العلمي والإبداعي، فأينشتاين بالتأكيد من أذكى 10 أشخاص في التاريخ. العبقرية ليست مجرد أرقام، بل هي القدرة على تغيير العالم، وأينشتاين فعل ذلك. ولمزيد من الفيديوهات والمعلومات اضغط لايك وسبسكرايب وفعل الجرس.